الحزن سيطرت على جميع أهالي قرية أبو نشابة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية بعد غرق الشاب محمد حسام الذي نزل مع والده اليوم هما بيصطادوا في بحر الهويس زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا الشاب وقع في البحر هو ووالده، تم استخراج والده والحمد لله والده بصحة جيدة، ولكن الشاب لم يتم العثور عليه حتى الآن. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن الهويس يعني غويط جدا، وقناطر الهويس زي ما حضراتكم شايفينها هي صعبة جدا. جميع الأهالي هنا في حالة حزن، جهود مكثفة من الحماية المدنية وتحت توجيهات العميد أحمد منيع مدير الحماية المدنية بالمنوفية، وأيضا برئاسة المقدم محمد التحاوي رئيس الرائد محمد التحاوي رئيس الحماية المدنية بالسادات، وطبعا الرائد محمد الوزير، وكمان مجموعة كبيرة من المتواجدون هنا من مركز شرطة السادات، وجهود مكثفة وأيضا سيارة إسعاف وكل حاجة موجودة هنا. طبعا جهود مكثفة من الحماية المدنية بشكل كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين. يا ريت كله يدعي للشاب محمد حسام، عنده 18 سنة، بيشتغل على قارب مع والده. طبعا انقلاب القالب مما أدى إلى وفاة الشاب محمد حسام وخرج والده بصحة الحمد لله. اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم آمين يا رب، يطلع على خير، اللهم آمين يا رب العالمين. حالة من الحزن سيطرت على جميع الأهالي، طبعا جميع الأهالي هنا موجودين زي ما حضراتكم شايفين في حالة من الحزن، يفترشون على أمام البحر هنا، أمام الهويس زي ما حضراتكم شايفين. الهويس هنا صعب جدا جدا، يعني تقريبا الأرض غويط قوي، وطبعا هم متعودين ان هم يصطادوا في هذه المنطقة. طبعا تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية اختار من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بغرق مركب عليها شاب ووالده. على الفور تم الوصول إلى مكان البلاغ أو مكان الوقعة واستخراج والده وهو الآن بصحة جيدة، ولكن الشاب محمد حسام ما زال في البحر. تم استخراج أيضا القارب. جهود مكثفة من الحماية المدنية وجهود مكثفة من أيضا قسم شرطة السادات هنا زي ما حضراتكم شايفين. اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر